نفيد الإخوة بأننا لجنة إغاثة المضطرين بالجفاف في إقليم الصول في شمال الصومال، نفيدكم بأنه قد وصلنا مساعدات من قبل جمعية الهلال الأحمر السويدي بواسطة الشيخ البدوي حفظه الله تعالى في قطر السويد عاصمة مالمو، مبلغا قدره $1650 لمساعدة المتضررين بالجفاف والأمراض في إقليم الصول. وبحمد الله وفضله تم تنفيذ ذلك المشروع بإشراء الأدوية لمساعدة المرضى في مدينة تليح في تاريخ 19 مايو 2017. هذا ونقدم الشكر الجزيل للإخوة المتبرعين والشيخ الواصل البدوي حفظه الله وكل من شارك في توصيل هذه المساعدات إلينا، ونقول لهم جعل الله ذلك وجهدكم المبارك في ميزان حسناتكم يوم القيامة. هذا ونذكركم بأننا إخوة الحمد لله حصلوا نزلت لهم أمطار بفضل الله ورحمته، اختفت مشكلة المياه 90% تقريبا، ولكن هناك الحاجة ماسة إلى مساعدة للأسر الذين فقدوا مواشيهم، فمعظم أهل البوادي فقدوا مواشيهم، لذا هم عالة على غيرهم، اجتمعوا في مخيمات كثيرة في إقليم الصول يحتاجون إلى مساعدة حتى يحصلوا ما يكفيهم في المستقبل من الأغنام أو ما يعيشون به من ما يسد حاجتهم. هذا وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.